السلام عليكم، كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم بحر مريم المنتقده. شكرا لكم بزاف بزاف والله على لي زابيل ديالكم، لي ميساج ديالكم، لي كومونتير ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف، وحتى انا توحشتكم والله العظيم بقات بلاصتكم كبيره عندي. دائما كنقول غنعمل لكم فيديو، ولكن ما كنجبرش الوقت والوقت ضيق بزاف بزاف. ولكن والله العظيم الا توحشتكم. شكرا اي واحد سول فيا، شكرا اي واحد مشى عند الاصدقاء وسقسى فيا وما عندوش الخاص ديالي. شكرا للناس اللي اتصلت بيا، اللي صيفطت لي ميساج، اللي طمأنت عليا. شكرا لكم كاملين بكم، والله راكم في القلب. المهم بارطاجيو هذا الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم عبر مواقع التواصل. خليو لي التعليق ديالكم الغزاله الفنه بحالكم اللي توحشتها بزاف بزاف. وما تنسوش لايكات ديالكم للفيديو اللي عجبكم. ما عجبكمش عملوا ديسلايك، ولكم حريه الاختيار والتعبير. والراي ديالكم كنحترموه فوق الراس والعين. وندخل للموضوع مباشره. موضوعي بوكريشه. يا بوكريشه توحشتك. توحش نهضر عليك. بزاف ديال الاحداث وقعوا اللي ما حضرتش فيهم انا، اللي ما كنتش متبعاهم، ولكن عملت واحد النظره شامله. وعملت خلاصه ديالي. بزاف ديال الاحداث. زروالي تلاقى مع بوكريشه، ياك زروالي واخا عليك. تلاقى مع بوكريشه زوج بنته لزهير. ملفات تضربات تحت الطابله، بزاف ديال الحاجات وقعوا. الناس تقلبوا على بوكريشه. المهم غنبداو اول خطوه اللي ما من بعد ما شفت هاد المعلومه هذه. اكيد غنتواصل مع الاصدقاء ديالي اللي كيتكلموا في الموضوع، غنتاكد من بزاف ديال الحاجات. الزواج ديال بنت البيتوتي وزهير. دابا البيتوتي خبر زروالي بان كاين زواج. وكاين اللي كيقول لك بان هذه خطه منه، كاين اللي يقول لك صحيح زعما تزوجوا، وان زهير هو اللي رغب بكريشه باش انه يتزوج، باش انه ينقذوا زعما من هذا المشكل اللي هو عنده. غنحطوا نقاط على الحروف غير بالعقل. اخواني اخواتي، الا كان زهير بغى يتزوج بها باش انه يطلع من هذا المشكل او يخرج من هذا المشكل هذا، فالا كان بغى هادشي كان غيعملوه من الاول، ماشي يعملوا دابا علين يخرج، لانه هو غيتحكم ب6 شهور. غتقولوا لي علاش غيتحكم ب6 شهور؟ لانها باينه، لان مشى معاها مره واحده وماشي هو اللي اغتصبها، اعترف وما عندوش سوابق وبزاف ديال الحاجات. الحكم كيكون 6 شهور. غيتحكم ب6 شهور. هو اصلا فاش كيتحكم ب6 شهور راه كيحسبوا له حتى ديك الايام اللي كان معتقل فيه. دونك هنا زهير علين يخرج، مبقى له والو يخرج. علاش غيجي هو حتى الاخر وغيقول له انا حقا بغيت نتزوج؟ كان غيقول له من الاول فاش يلاه هذا وقع المشكل وصافي، وغيتزوج بها غيقول امام المحكمه انا راه غنتزوج بها وصافي، وهي توافق ومريضنا ما عنده بس. لكن زهير ما رغبش بكريشه وما مشاش عند بكريشه، وهذه معلومه اللي هي مؤكده وتاكدت من طرف العائله ديالو. ما كاينش هادشي هذا. بالنسبه للزواج، فانا بغيت نقول لكم بان هذا الزواج مفبرك، ما كاينش منه. هو فقط كيفاش غنقولوا، هو خطه او حفره باش يطيح فيها الزروالي. فهمتوا؟ وهذه من منقذة بكريشه. شكون هي منقذة بكريشه مريم؟ هي السريعه الغزينه اللي دائما كتحسب راسها انها منقذة بكريشه، وكتحسب راسها بانها واعره وبانها طب وذكيه. لان قد لكم كونوا ذكيه، كونوا ذكيه. اللي كتحسب راسها انها ذكيه، بان ما كاين حتى شي واحد اللي ذكي اكثر منها. ولكن دائما كنقول لك بانك انت اكثر وحده واغبى وحده عرفتها غبيه غبيه غبيه. كتحسب راسها بانها ذكيه. اكيد زروالي ما غيطيحش في الفخ، اكيد زروالي قال داكشي اللي تقال، ما غاديش يطيح في الفخ. واللي نفرض ان زهير تزوج بالبنت، فهو غيكون تعطى له الفلوس، تعطاو له فلوس صحيحه. لان لو كان هو بغى يتزوج بها كون راه تزوج بها من الاول، كون راه اقترح الموضوع من الاول، لان من مصلحته انه يتزوج بها من الاول، ما كانش غيدوز الحبس وما كانش بزاف ديال الحاجات.
لكن زهير ما رغبش بكريشه انه يتزوج بها، لكن الا تزوج بها غيكون اقتراح من بكريشه باش انه يتخطى عليه كلشي، لانه هو كيبقى مشكوك في امره، وكيبقى هو الوحيد اللي كنا كنقولوا هو نتوما عارفين. فمن غنلصقها اجي نلصقها في زهير، ولكن نعطيه الفلوس مقابل على هذه، ويتزوج بالبنت ويخرج من السجن ومريضه ما عنده باس. هو عنده الفلوس في جيبه، زائد مزوج بالبنت، زائد نقدني انا، زائد خرج من السجن. لكن هادشي كله غيتخربق لك بكريشه وغيتضرب لك في الزيرو، لان كاين مفاجات وكاين شي حوايج اللي هي غنفهموها كاملين. وبغيت نقول للناس اللي كيبغيو سعاد وباغيين سعاد وكيتمنوا ان هادشي يكون من المصلحه ديال سعاد، كونوا اكيدين ان كاينين مفاجات اللي ما كنقدروش نخرجوا بها حنايا، لان هذه كتبقى من اسرار الملف، وكنبقاو يعني حريصين اننا ما نخرجوش ديك المعلومات باش ما يستعملهمش الطرف الثاني ويتقلبوا ضد سعاد. فكاين مفاجآت وكاين بزاف ديال الحوايج اللي غتقلب الملف سفاعل عليه. مي المعلومه اللي نقدر ناكد لكم هو ان زهير ما مشاش رغب بكريشه، ولا كان اقتراح من بكريشه لزهير فهو غيكون بالفلوس، غيكون 5-6 المليون زائد يكتب على بنته، وهنا غيتنقذ هو من المشكل او الشكوك اللي دايرين به. هذه وسالينا منها. حمل ديال غوزينو. الحمل ديال غوزينو دائما كنقول لكم بانه حمل كاذب وخطه فاشله وموضوع فاشل كل شيء. هاد الناس، هاد العائله هذه سبحان الله فاشلين وكل شيء ديالهم فاشل. وقلت لكم بان مع الوقت غتعرفوا وغتاكدوا بان غوزينو ما ولداتش، وهذيك البنت اللي كتقول بان بنت راه ما بنتهاش وما كانتش حامله، وكل شيء غيبان مع الوقت. كل شيء غتعرفوه مع الوقت، لان غيكونوا جوج ديال الحوايج: يا التبني، غتبنى بنت، وهذا الموضوع هذا ظهر في ديك المهم ما غاديش نقول، والله ما نقول لساني كيعضني. المهم بحال هكذا وما غاديش نشرح اكثر. او غتقول لكم بان توفات لي بنتي لانها تولدات من 5 شهور، لان حنا كنا كنعرفوا مستحيل ان من 6 شهور يلا كملت 6 شهور داكوغ. مستحيل ان بنت طفله جنين غيتولد على 6 شهور وغادي يعيش. فهمنا؟ ماشي غادي يعيش، ربما يعيش اوكي، ولكن باش تولدوا طبيعي ما يمكنش انك تولد البيبي طبيعي. ما فيكش الزحمات، غتولدوا طبيعي، غتولد بنتها طبيعيه، ولاده طبيعيه بدون زحمات بدون حتى شي حاجه اللي هي ما كتدخلش العقل. لان فاش كيجيك الحريق والزحيم فكيكون البيبي وقته هذاك. اما فاش كيكون ما فيك الحريق كيعملوا لك الحريق اصطناعي باش تحاول انك تولد عادي. ونقدر نقول لكم 99% ما كتنجحش هذه القضيه هذه، وكيتولد الجنين عن طريق عمليه جراحيه سيزاريان. فهذه النقطه وشديناها، ومع الوقت غتعرفوا بزاف ديال الحاجات غيبانوا حقيقه وغتبان شحال من حاجه. بالنسبه للناس اللي كانوا كيدافعوا على بكريشه والرجال اللي حسره، وكانوا دائما كيطلعوا كيدافعوا عليه الدياسه ديالو، كيدافعوا على عدم الرجوله، كيدافعوا على قله اللحيه وقله الترابي والتجاره في العرض ديال بناته، في الشرف ديال بناته، في موضوع حساس ديال بنته. كانوا كيطلعوا كيدافعوا عليه عادي جدا وما كيخليو ما يقولوا. كنت كنستغرب انا كيفاش انا عندي اصدقاء يعني طاحوا في هذا الفخ هذا، وطاحوا في هذا المستوى هذا وفي هذا لانيفو هذا باش انهم يدافعوا على واحد اللي هو ديوتي، واحد مسخ، واحد بدون مستوى. خرجوا كيضربوا فيه وكيقولوا له انت الفاعل تارك كذا، وحنا عارفين علاش خرجوا كيضربوا فيه، ماشي حيتاش هو غلط او حيتاش عرفوا على حقيقته او لان من الاول هما عارفين على حقيقته، ومن الاول عارفين شنو كيعمل، ومن الاول عارفين بانه هادشي اللي كيعمل غلط في غلط، وبانه غلط من راسو تلساسو. لكن ضد في الزروالي اكيد هما غيكونوا معاه وغيكونوا ضد المجموعه او ضد الزروالي. حتى شي مجموعه ما كاينه، لانهم هما كيسميو الناس اللي ضدهم او ضد بكريشه كيسميوهم مجموعه.
مع العلم كل واحد وقناته، كل واحد كيخدم بوحدو، كل واحد كيخرج بفيديو في شكل مسمين هما مجموعة، ما علينا. يعني هما ضد الزروالي وصافي. فعلاش نوضو كيهاجموه ونوضو كيضربوا فيه؟ لان تلاقى مع زروالي فما حملوش. علاش تلاقاو مع زروالي ما حملوش؟ لانه هما دائما كيكون واحد الشخص اللي عنده مشكل او عداوه مع الزروالي وكيكون بيناتهم محاكم وكل شيء، فكيقولوا هذه هي الاخره والتاليه للزروالي وغيدخل السجن. من بعد كيخرج منها شعره في العجينه، كيستغربوا كيقولوا او كيفاش هذا خرج منها، هذا هنا خرج منها، هذه هنا خرج منها. كيفاش كيعمل باش كيخرج منها هاد المشكله وهاد المشاكل؟ لان دائما هما في اي موضوع كيضمنوا ان يوسف زروالي غيمشي مكانه هو الحبيب بيس. من بعد كيفاجئهم بانه العدو ورجع صديق. زعما نتايا يا الزروالي يا دوله. المهم زرولي تصور واحد الفوطو مع بكريشه، وبكريشه ضحك ونشط وعجبو الحال ومبتسم، تبنت له الدرسه الاخريه. خرجت غزينه كتقول بان هذيك الصوره مفبركه، بان ما كاينش من هادشي هذا وهادشي غير كذوب. يا مولات المصداقيه، يا الناس اللي كتبع هاد السيده هادي والناس اللي كتجي تهاجمنا حنا على قبلها. هاد السيده هادي كتقول لكم انا عندي مصداقيه وانا وانا وانا، وراجلها مصور مع زروالي وكيضحك ومبتسم وكل شيء وعاجبو الحال وما مفبركه ما حتى شي حاجه. وقالت لكم بان حقها مفبركه. شويه حطوا له تصاور اخرين وحطوا له لي فوتو اخرين. فين هي المفبركه؟ كيفاش دابا نتوما كتثيقوا في واحد الانسانه كتكذب عليكم ومع العلم ان هي المخططه، هي اللي كتخطط؟ وواحد الحاجه، واحد النقطه اللي غنركز عليها مهمه وغنرجع عن القضيه ديال الحمل. بكريشه اللي لاحظتوا اي حاجه فيها الوثائق وكيبغي يثبت انها حقيقيه، كيحط لكم الورقه ديالها وكيوريها لكم، كيقول لكم فوالا الورقه ديال كذا وكذا وكذا. بحال اليوم حط لكم واحد الورقه ديال الايجار، ماشي ديال الايجار، ديال الرهين، ديال الكونطراطه ديال الرهين، بانه راهن الدار وبان كاين 4 المليون وكذا وكذا وكذا. اوكي، وراها لكم حتى الكاميرا ومقاليزيه بكل شيء. علاش ما حط لكمش التصاور ديال الحمل وراها لكم؟ علاش ما حط لكمش التصاور ديال فاش هذاك شنو كيقولوا له، فاش كتولد كيعطيوك واحد الورقه، عطاوك واحد الغيوسي، ما عرفتش شنو كيقولوا له بالضبط. المهم بان السيده ولدات وكانت في لوبيطال وهذا بحال الاوردونونس. علاش ما وراها لكمش؟ علاش ما ورالكمش البيبي كاينه في الزجاجه وبامكانه انه يصور، من حقه انه اب الطفله؟ علاش ما كيوري لكمش ولو غير شي حاجه تثبت الحقيقه؟ حيت هاد الناس اول حاجه كذابين، ثاني حاجه ولو يكون الحمل حقيقه هما يخليوه اخر حاجه تثبت على الصدق. علاش؟ باش يخليو ديك لومبيونس، ديك الفتنه ديال ان كلشي باغي يعرف شنو واقع وكذا، فهمتوا؟ باش يطلع لي في، باش يستغل عاود هاد القضيه ديال الولاده وديال الحمل وهذا. ف والواعره هما انهم تمثيلهم كيجسدوه على شكل حقيقه، فهمتوا؟ يعني تمثيل، هو عارف راسو كذاب وكيكذب، ولكن كيجسد هذاك الكذوب ديالو على شكل حقيقه ومتيقو. هو اصلا متيق الكذبه، دونك كيحاول يوصل لك انتينا بان خصك تيق هاد الكذبه هذه اللي هي على شكل حقيقه على شكل كذبه، فهمتوا؟ فاحنا عارفين عفوا كقنوات عارفين الحق، عارفين الكذب والكذوب وكل شيء كيجي بوقته. كيف ما هو كيستغلوا هاد الامور هادي وكيخليو كل حاجه كيخططوا لها ويحطوها، كذلك حنا كاين بزاف ديال الحوايج وما غاديش نهضروا فيها وما غاديش نقولوهم، وغنخليو الايام تثبت ذلك والايام اللي نتكلم عليهم، لان عارفين وواثقين من المصداقيه ديالنا وعارفين شنو كنقولوا. بالنسبه للناس اللي ضد بكريشه دابا، راه غير رجعوا مع بكريشه، اكونوا هانين، غير رجعوا معاه ضد في الزروالي وغيخرجوا عاود وغيقولوا حقه محقه ولا راه كذا كذا. شنو سميتها غزين، وفاش خرجت كتبرر الحق راه صوره مفبركه وهذا، خافت المتتبعين يهربوا لهم، وفعلا كاين اللي كان معاهم ولا ضدهم دابا، وخافت القنوات يخرجوا يصبنوهم، فخرجت كتقول لكم هذيك صوره مفبركه. وخرج البعض كيقول بصح راه صوره مفبركه راه ما يمكنش، ولكن ها هما حطوا لكم صور اخرى. شنو غتقولوا دابا؟ كضحكوني والله، زيرو مصداقيه
ودافعين الجبهة، زيرو مصداقية ودافعين الجبهة. قبح الله لونكم وسعيكم. إلى اللقاء مع فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وكنتحاشكم بزاف، وغنحاول أنني نبقى على تواصل معكم. وقت شويه مزيره كتخليني انني نغبر عليكم، ولكن غنحاول ان شاء الله انني نكون معكم دائما. تصبحوا على خير، احلام سعيده.